الغار ديال النمل ما خاصش يكون حداه شي بلاصه اللي يقدر يتسمع فيها الاذان. ياخذ هذاك التراب من هذاك الغار وكيجيب الدم ديال المغدور وكيجيب الدجاج ديال الكسيده. الغزالين والغزالات كي دايرين؟ يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد وقصه جديده. غير هو بغيت نقول لكم ونزيد ناكد لكم بان هاد القصه للعبره فقط. الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالتي نتمنى ان ديروا لي اشتراك، الراي ديالكم في التعليق، ودعموا اختكم بواحد الجيم. ويلا ما نطولش عليكم، نبداو القصه ديالتنا على بركه الله. القصه ديالتنا غادي تدينا لواحد الحي شعبي فين كتعيش شامه. شامه الام ديالتها كانت شوافه على قد الحال، كدير اللدون، كتضرب الكارطه، كتصايب بعض الاعمال العيالات. شامه بنتها كانت مصاحبه مع ولد دربهم. هاد ولد دربهم فاش خدام وشنو كيدير؟ هاد ولد دربهم داخل خارج من الحبس. المهنه ديالته انه كيوقف في راس الدرب كيبيع بعض من انواع الممنوعات. هاد الولد طور من راسو وبدا كيجيب كميه اللي كيعطيها لشي ولاد وحدين اخرين، وكيقول لهم انت غادي تمشي هنا وانت غادي تمشي هنا وغادي توقف في هذيك البلاصه، راه الناس غادي يجيو يتقداو من عندكم. السيد مدور الحركه كان كيدور معاها كيكسيها حتى النهار اللي حملات منه. مشات لعنده وهضرت معاه، جا لدارهم خطبها وتزوج بها وسكنها معاه في الدار ديالته. تزادت عندها البنيه الاولى اللي سماتها امال. بعد عام فقط ولدات بنيه وحده اخرى اللي سماتها مونيا، ولاو عندها جوج بنيات امال ومونيا. فاش عاد ولدات ما داش على الولاده ديالتها 6 شهور حتى راجلها غادي يتشد في الحبس وغادي يحكموا عليه ب10 سنين ديال الحبس. فاش تشد راجلها ولات دائما كتزورو في الحبس. قال ليها بانه عنده واحد البراكه ديال الفلوس وها فين مخبيها. قال لها بقيت تهزي منها، وقال لها فاش تقاد لك الفلوس راه عندي واحد الارض في العروبيه ندير لك وكاله وسيري بيعيها وديباني راسك انت والبنات بما خرجت. فعلا راجلها دار ليها وكاله اللي هي مفوضه باش تمشي للعروبيه وتبيع هذيك الارض وتجيب فلوسها وتصرف على راسها وعلى بنياتها بما خرج راجلها من الحبس. ولكن شامه هذيك الوكاله المفوضه شداتها ورجعت الدار ديال راجلها اللي كانت بسميتو، رجعاتها بسميتها هي. باعت الارض وجابت فلوسها حطاتها حداها ومتاهنت مهنه الشوافه. وماشي غير هاد الشيء، ما بقاتش كتزور راجلها في الحبس نهائيا. راجلها كان عنده واحد صاحبه او الانتيم ديالو اللي كان هو وياه ما كيتفارقوش، وحتى هاد صاحبه نفس الخدمه كيبيعوا بعض من انواع الممنوعات. فاش كان دخل راجل للحبس كانت ولات مصاحبه مع هاد صاحبه ولا هو العاشق ديالها، ولا ما كيخرجش من عندها من الدار. غادي تمشي وغادي ترفع قضيه ديال الطلاق على راجلها وغادي تطلق منه وغادي تزوج بالعشيق ديالها او الصديق الانتيم ديال الزوج ديالها. غادي يولي يعيش معاها في الدار وغادي تحمل وغادي تولد البطل ديال القصه ديالتنا سمير. وغادي تبقى خدامه في المهنه ديال الشوافه. هي كانت العكس ديال امها، كانت الحلاحه وكتعرف كيفاش كتقنع بنادم، ولا الداخل والخارج عندها. شامه الشوافه يا شامه الشوافه. كاع الناس اللي كيديروا هادشي ديال السحر والشعوذه كيشكروا فيها وكيشكروا في الاعمال اللي هي كدير. بقات خدامه وعايشه مع راجلها ومع بنياتها امال ومونيا وولدها من راجلها الجديد سمير. واحد النهار غادي تكون جالسه شامه وبنياتها وولدها في امان الله، حتى غادي تسمع الدنيا مكسوره في الدرب والغوات ما غادي تجي فين توصل باش تحل الباب. حتى غادي تسمع شي ناس كيدقوا عليها بالجهد في الباب وكيهرسوا عليها في الباب، حتى تلقى العيالات والرجاله كيقولوا ليها راه راجلك صفاها ليه طلاقك. خرجت كتجري كتلقاهم شادين طلاقها وراجلها مليوح في الارض وكله كينزف. جاو البوليس داو طليقها وجات سيارة الإسعاف دات راجلها، ولكن راجلها دامو الأمانة أمانته. شامة كانت دايره البلان ديالها أنه فاش غادي يقرب يخرج راجلها من الحبس غادي تبيع هذيك الدار وغادي تمشي لشي بلاصة اللي هي بعيدة، وكان محكوم عليه كيف ما قلت لكم ب10 سنين.
ولكن بسبب السلوك ديالو والانضباط ديالو عطاوه فقط، نقصوا ليه وخرج على 7 سنين. اول حاجه او المخطط اللي كان داير انه غادي يجي اول حاجه غادي يصفى لطليقته وراجلها، ولكن وهو جاي الله داخل مع الدرب حتى غادي تصادف بصاحبه راجل طليقته واقف في راس الدرب، طبعا كيف ما ديما واقف باش كيبيع داكشي ديال الممنوعات. طليقها رجع للحبس وراجلها مشى للقبر. شامة غادي تجلس تبقى مقابله خدمتها ومقابله دارها ووليداتها. مشات ليام وجات ليام حتى بنات شامة وولدها كبروا. بنات شامة خرجوا للطريق، مرة مع هذا ومرة مع هذا، اما سمير اللي كانوا كيعيطوا ليه في الدرب بسميرة. وانتوما غادي تقولوا مع راسكم غيكون كيبقى فيه الحال، غيتقلق، غادي يكتئب لانه كيعيطوا ليه بسميت بنت. لا بالعكس، فين ما كانوا كيعيطوا ليه بسميت سميرة بالعكس كيكون فرحان وراشق عليه وكيعجبو الحال. تربى في واحد الجو غير هو وامه وخواتاتو والعيالات فقط اللي معمرين الدار. صحابات خواتاتو اللي كيجيو وكيماكيو عندهم وكيخرجوا مجموعين، والعيالات اللي كيجيو عند امه. تما فين تربى او هذه البيئه اللي تربى فيها سمير الملقب بسميره. هنا سمير فاش وصل في العمر ديالو 18 عام حتى هو ولا كيدير نفس الحاجه اللي كيديروا خواتاتو، كيلبس المزير، كيدير الماكياج، وحتى هو ولا كيمشي لبعض الاماكن اللي كيبيع فيها راسو وهو عاجبو الحال، ولا كيدخل الفلوس اكثر من داكشي اللي كيدخلو خواتاتو. مشات ليام وجات ليام، وحده من خواتاتو اللي هي امال تزوجات، اختو منيا حتى هي تزوجات، ولكن ما تزوجاتش في نفس البلاد اللي هما فيها، سافرات لواحد الدوله وتما تعرفت على شي واحد وتزوجت به. اللي بقى في الدار هو سمير والام ديالو اللي مازال كتمتهن مهنه الشوافه، وولدها اللي وصل في العمر ديالو ل 27 عام، ولا كيمشي غير للبلايص اللي غاليه، ولا كيدخل الفلوس اللي هي صحيحه، وفي نفس الوقت كيدبر الكليان لمو، كيتصاحب مع بنات وكيقول لهم بان مو شوافه واي حاجه بغيتوها اجيو عندها ويتقضيها لكم. دار الذهب ودار الفلوس وزرزر مو بالذهب، ولات عندهم الفلوس ديال بصح. هنا سمير ما بقاش عجبو الحال فداك الحي الشعبي اللي هما ساكنين فيه، غادي يمشي وغادي يشري واحد الشقه في واحد البلاصه اللي هي راقيه. شرا واحد البرطمه في الطبقه الخامسه، فرش دارو وقادها على حقها وطريقها. امه حتى هي جابها وسكنها معاه، وباقي نفس المهنه، كيخرج لشي بلايص اللي كيجيو الكليان عنده وكيعطوه فلوس مقابل انه كيمشي معاهم، وبقات الحياه ديالتهم مستمره على هذا الحال. شامه غادي تعمى من عينيها وما غاديش تبقى تشوف، ولاو جايبين واحد السيده هي اللي كتشقى وكتنظف لهم الدار، وفي نفس الوقت مقابله الام ديالو. بقات غادا الايام على هذا الحال حتى لواحد النهار اللي سمير كان مخاصم مع شي حد، غادي ينوض هذا الشخص وغادي يخوي عليه واحد الماده على وجهه، النص ديال وجهه ولا مشوه. هنا فقد الخدمه ديالته، شكون اللي غادي يديه وهو وجهه داير بحال هكاك؟ كاع الناس ولاو كيعيفوه، وحتى واحد ما بقى كيقدر يطلع راسو في وجهه. اكتئب ولا كيشرب الادويه ديال الامراض النفسيه، ولا كياخذ منومات ومهدئات، لان كان اهم حاجه عنده هي الشكل ديالو. كان احسن الكريمات كيديرهم لوجهه، دائما كيمشي يدير جلسات ديال التنظيف مهلي في راسو بواحد الطريقه اللي راه ما يمكنش، وبين ليله وضحاها داكشي كامل مشى ليه، كان غادي يتسطى. هنا سمير يلقى راسو ما بقاتش عنده خدمه، وحتى الخدمه اللي كانت كتزاول الام ديالو مهنه الشوافه ما بقاتش قادره انها تزاولها بسبب انها ولات عمية. مازال عندهم هذيك الدار اللي في الحي الشعبي، ومازال عندهم الدار اللي هما ساكنين فيها، جامع شي بركه ديال الفلوس وعندهم شله ذهب، ولكن هو ما قدرش يستحمل يبقى جالس وما يدخلش الفلوس. وهنا غادي يجلس مع امه في الدار وغادي يخليها تعلمه
الطقوس ديال السحر والشعوذه. غادي يولي يزور السياد، يبقى واحد المده حتى غادي يشد الحرفه. وهنا غادي يولي يطلب من الاصدقاء ديالو الصديقات ديالو انهم يدبروا ليه على كليان، وفعلا الناس ولاو كيجيو عنده. وكان معروف بسحر التهجيج. شنو هذا السحر؟ مازال جايكم في الطريق ومازال غادي تعرفوا شنو هو هذا السحر، واللي كان هو معروف ومشهور به، وبسببه غادي تولي عنده الاموال الطائله. سمير ما كانوش كيجوا عنده غير الناس ولاد بلادو، الا الناس ولاو كيجوا عنده من دول اللي هي بعيده بزاف. سمعوا بالقوه ديال الاسحار ديالو. ماتت شامه وبقى سمير جالس كيزاول في المهنه ديالته، وفي نفس الوقت ولا كيدير الليلات. ولكن هنا واحد الجاره اللي كانت ساكنه تحت منه كل مره كتشكى وكل مره منوضه عليه قرباله. ما تصدعناش اش هادشي كدير، وكتهددو انها غادي تجيب ليه البوليس. شنو غادي يدير؟ داكشي اللي كيدير للناس غادي يستعملو لهاد السيده. كيمشي لبلاصه اللي فيها غار ديال النمل، وهذاك الغار ديال النمل ما خصش يكون حداه شي مسجد، ما خصش يكون حداه شي بلاصه اللي يقدر يتسمع فيها الاذان، بلاصه اللي هي مهجوره. كياخذ هذاك التراب من هذاك الغار ديال النمل، وكيجيب الدم ديال المغدور، وكيجيب الجاج ديال الكسيده، وكيخلط هذاك التراب وكيقرا عليه شي قرايه، وكيشدو في واحد الوقت اللي هو معين، وكيحطو في البلاصه على حساب شنو غادي يوقع لهذوك الناس اللي ساكنين في هذيك الدار. خلاه حتى وصل الوقت وحل باب الدار ونزل قدام بابها ورشوا ليها قدام الباب وطلع بحالاته. من نهار رش هذاك الشيء والقرباله نايضه عندها في الدار، وما دازت مده طويله حتى هذيك المراه وراجلها طلقوا، وهي خوات الدار، وحتى راجلها خلى الدار ومشى. ما عرفوش فين مشى، واش مشى لدارهم ولا مشى لشي بلاصه وحده اخرى، الله اعلم. مولين هذيك الدار بغى يبيعوا هذيك الدار، ولكن ما بغاش تباع ليهم، بغى يكريوها وما بغاش تكرى ليهم. هذاك السحر خدم تما حتى شي واحد ما غادي يسكن تما، وبقى جالس مرتاح. اي واحد كيدير ليه ازعاج او كيديرونجيه كياديه بالسحر والشعوذه. واحد البارطما اللي كانت قبالت البارطما ديالته في نفس لاطاج كانت شاريها واحد البنت. هاد البنت ما كتعيش في هذيك البلاد، كتعيش في واحد الدوله اوروبيه. كانت شاريها لدوير الزمان ومفرشاها ومخلياها. هاد البنت كانت بنت واحد الفيلاج، وكانت كتجي غير في الصيف كتطلع عليها وكترجع بحالاتها، كدوز فيها سيمانه ولا ما كاملاش وكتمشي بحالاتها. حتى لواحد النهار اللي تسكنات. وشكون اللي سكن فيها؟ سكن فيها الاخ ديالها اللي كيقرا في لافاك. الجامعه ما عندهمش في نفس البلاصه اللي هما ساكنين فيها. فاش جا باش يقرا في لافاك عطاتو اختو هذيك الدار وقالت ليه جلس هنا باش تكون لافاك قريبه عليك. وفعلا سكن في هذيك البارطما اللي عطاتو اختو، ولا كيمشي كيقرا وكيرجع. هنا سمير هذاك الولد غادي يعجبو، وغادي يولي باغي انه يكون معاه. كيفاش وشنو غادي يدير؟ حاول يتقرب منه، حاول يدي ويجيب معاه في هضره، ولكن هذاك الولد كان كيتجنب سمير، ماشي على قبل التشوه اللي عنده في وجهه، الا على قبل الطريقه باش كيهضر وكيفاش كيعوج يديه وكيفاش صابغ ضفرانه وكيفاش كيهضر. وبهذاك الذهب اللي لابس جاه السيد ماشي هو هذاك، وعرف انه ماشي عادي، فهنا ولا كيتجنبه. ولكن حتى لواحد الليله، واحد الليله اللي سمير كان داير الليله عنده في الدار، كانوا البنات والعيالات والرجاله والحيحه نايضه عنده في الدار. غادي ينوض وغادي يمشي يدق على هذاك الشاب اللي كان الاسم ديالو اسماعيل. دق عليه، خرج ليه، قال ليه والو غادي تجي وتجلس معانا، رحنا دايرين الليله وجي تعشى معانا، مرحبا بك. هذاك الولد ما كانش بغى يجي، ولكن سمير كان لحلح بزاف، حشم منه وقال صافي نمشي ندخل بحالي بحال عباد الله. فعلا هذاك الولد جا، اعطاه شي عصير يشربه. من تما الدري ما بقاش طبيعي،
ناض حتى هو وبدا يجذب معاهم ويشطح معاهم. اسماعيل اللي دخل من باب الدار ماشي هو اسماعيل اللي كاين دابا كيشطح في قلب الدار. اسماعيل الولد المؤدب المحترم اللي اهم حاجه عنده القرايه ماشي هو اسماعيل اللي جالس دابا في الدار ديال سمير. هنا غادي يجروا سمير وغادي يدخلوا لواحد البيت. هاد الولد ما غاديش يعقل على راسو، حتى غادي يمشي وغادي ينعس، وفي الصباح غادي يفيق عاد غادي يتفكر شنو وقع. كان غادي يحماق وكان غادي يتسطى، جلس سيمانه ما كيمشيش لافاك وجلس سيمانه ما كيخرجش من باب ديال الدار. بعد هذاك الاسبوع غادي يولي الولد عادي كيمشي لقرايته وكيرجع بحالاته. ولكن اللي ماشي عادي ان الاصدقاء ديال سمير الكليان ديال سمير كيعيطوا ليه وما كيجاوبهمش، كيجيو عنده حتى لباب الدار كيدقوا عليه ولكن ما كاين حتى شي واحد. سولوا العساس قال لهم راه ما شفتوش، راه شحال هادي ما بقى بان. حتى الجيران بداو كيشموا واحد الريحه اللي هي خايبه، وهذيك الريحه نهار على نهار غير كتزاد. في الاول كيحسب ليهم ان سمير مخلي شي حاجه في الثلاجه وخسرات، ولا مخلي شي حاجه برا، ولا كان عنده شي مش ولا شي حاجه وتوفى ودار هذيك الريحه. حاولوا انهم يتواصلوا معاه ولكن سمير ما كانش كيجاوب على التليفون ديالو. هنا الجيران بعد ما بقاوش كيتحملوا هذيك الريحه غادي يتواصلوا مع البوليس اول ما كيسمعوا ريحه خايبه خارجه من الدار كيجوا في الساعه وفي الحين. حلوا الباب غادي يدخلوا، غادي يتفاجئوا وغادي يلقاو جوج ديال الجثات، الدري اللي مازال صغير وسمير. سمير كان كيمشي لعند ولاد الزنقه او المتشردين وكيغريهم بالفلوس، ولا كيقول لهم اجي وغادي ندور معاكم غندير لكم بغيتكم شي غراض، وكيجيبهم وكيستغلهم عنده في الدار. غادي ياخذوا الجثث لمشرحه الاموات باش يتم التشريح ديالهم، وغادي يبقاو البوليس كيديروا في التحقيقات حتى غادي يعرفوا شكون مول الفعله. وللاسف مول الفعله هو هذاك الشاب المجتهد اللي جا لهذيك المدينه غير باش يقرا، حتى لقى راسو مستغل من طرف سمير. غادي يبقى سيمانه هو سد عليه وهو كيبكي وهو غادي حماق، حتى لواحد الليله اللي كان جالس فيها قال انا غادي ننتقم لراسي. شنو دار؟ هز واحد الاله اللي هي حاده وجا دق على سمير. سمير طبعا فاش حل الباب ولقى هذاك الولد قال عجبو الحال وباغي عاوتاني ومزيان يولي يجي عندي. دخلو كيف تسد الباب وسمير غادي يعطيه ظهره، اسماعيل غادي يجيب هذيك الاله وغادي يدوز على سمير. مع هذاك الصوت هنا غادي يتفاجئ اسماعيل بان كاين واحد الولد اللي باين عليه بانه من اطفال الشوارع واقف ومخلوع، ويالله غادي يبدا يغوت حتى اسماعيل غادي يهجم عليه وحتى هو غادي يصفيها عليه. خبى الاله ديال الجريمه ورجع دخل بحالاته وسد الباب من وراه. اسماعيل للاسف خرج على حياته ودمر مستقبله، وسبابه كان هو سمير ولد شامه الشوافه. كانت هذه القصه ديال سمير اللي كان معروف بسحر التهجيج، سحر الشتات. كان هاد النوع ديال السحر كان متخصص فيه وما كاينش شي واحد خدم ليه هاد النوع ديال السحر وما قداش ليه الغرض. بالنسبه لسمير راه ما كانش شي شخص اللي هو محترف هادشي بزاف، راه كاينين شي ناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يحفظنا والله يحفظكم منهم، بلا ما يحتاج انه يجي يرش هذاك التراب، الا يقدر الجن هو اللي يجي يرشو عليك. تقدر تكوني جالسه او جالس في دارك ما بكم عليك حتى كتلقى واحد شويه تراب فوق الناموسيه قدام الكوزينه في شي بلاصه. وهذا النوع ديال السحر ديال الشتات كاين على حسب الاسم. اللي بغاو الدار كامله تشتت، اللي بغاو هذيك الدار ما تبقاش تباع ما تبقاش تشرى، حتى شي واحد ما يسكن فيها وحتى شي واحد ما يقدر يجلس فيها تقسم. وكاين بزاف وبزاف وبزاف، هو السحر واحد ولكن فيه بزاف ديال الخدمه على حساب الشخص شنو طلب من الدجالين. الله يحفظنا والله يحفظكم والله يبعد علينا بنادم كحل الراس، الله يبعد علينا شر الخلق. نتمنى ان القصه تكون فيها عبره وتكونوا استمتعتوا بها. ويلا حتى قصه واحده اخرى ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم، وما تنساوش الناس اللي نسات دير لي لايك، ويلا حتى قصه واحده اخرى ان شاء الله. باي باي.